اي لعبه فنون قتاليه ليها وقفه. ليها وقفه. الوقفه دي خاصه بيها، يعني مربوطه عليا الف ب. الف ب، يعني تعليم تاسيس. رجليا الشمال قدام، اليمين ورا، ايديا عند ايه؟ عند وشي. اتفقنا؟ انا راجل قدام شويه بقيت محترف، او انا راجل بلعب برجليا اليمين او بلعب برجليا الشمال، عايز اغير وقفتي، اغير وقفتي. اتفقنا؟ يعني الوقفه انت بعد كده لما تتعلم هتبدا تغير ايه؟ الوقفه بتاعتك زي ما انت عايز. دفاعاتك كويسه وبتعرف تدافع بسرعه، ممكن توهم زميلك ان انت تنزل ايدك تحت. في ملاكمين لحد دلوقتي بيلعبوا بايديهم وهي تحت، يطلع منها من تحت لفوق. اتفقنا؟ خلاص، يعني مش شرط ان هو يكون ايده ايه؟ عنده وشه. بس انا عشان لسه بتعلم اعمل ايه؟ اتعلم الف ب. فاضل الاستعداد، ايديا عند وشي. طيب في الكونغ فو، في الساندا كونغ فو بنقف ايدينا عند وشنا كده. في الكيك بوكسنج بنقف كده. طب في المواي تاي؟ في المواي تاي لا. المواي تاي دي لعبه خطر شويه عشان فيها كوع وركبه. بيستخدم كل الاسلحه بتاعت الجسم. حتى هما بيقولوا ايه؟ لعبه التسع اسلحه. بيضرب البوكس، 2 بوكس كده، 2 كوع. تمام؟ خلاص كده يبقى 4 اسلحه، و2 رجل شمال ويمين. كده يبقى كام؟ 6. والثمانيه اللي هي بتاعت ايه؟ 8 و9، 7 و8 اللي هي بتاعت ايه؟ الركب. بعد كده طب التسعه، هو بيقول 9 اسلحه، ايه هي رقم 9؟ حاجه اسمها كلينش. احط ايديا كده بكتف الخصم بتاعي وابدا اضرب بركبتي، وممكن اطلع بكوعي اشد دماغي واضرب. تمام؟ فعشان كده بيسموها لعبه التسع اسلحه. تمام؟ طيب. لعبه 9 اسلحه؟ اللي هي المواي تاي، لعبه خطر. تمام؟ تمام؟ طيب المواي تاي ده بيبقى لازما في منطقه السيفتي بتاعه، الامان بتاعه بيبقى كبير شويه، مش زي الكيك بوكس والكونغ فو. الكونغ فو بيقف عامل كده، فالسيفتي بتاعه ممكن يعمل بلوك او ضربه، يعمل اي حاجه ثانيه، يصد من مسافه قريبه، الكلام ده. لكن الكيك بوكس المواي تاي لو انا عملت كده ممكن يقوم منزل ايديا وضربني بايه؟ بكوع، فيفتح لي حاجبي، يعورني في وشي، الكلام ده. فانا ازاي؟ اقف بدل ما ايديا تبقى قريبه، لا ايديا تبقى بعيده شويه. تمام؟ ايديا من هنا كده، انا بقى ايه؟ الدفاع بتاعي حتى بيكون من بعيد، دفاع وادخل هجوم على طول. ادافع وادخل اهاجم على طول. من هنا ادافع وادخل اهاجم. تمام؟ اتفقنا؟ فكل ما يبقى السيفتي بتاعك واسع شويه افضل بكتير. تمام؟ في لعبه فيها العاب فيها حركات كتير، لكن في الكيك بوكس في الكونغ فو انت ممكن تقف ايه؟ الوقفه بتاعتنا عليها. اتفقنا؟ خلاص عرفنا الفرق بين الوقفات؟ طيب الوقفات تاني من ناحيه الرجل. من ناحيه الرجل، رجليا الاثنين ما تبقاش على خط واحد ابدا. يعني ما ينفعش اقف عامل كده. كده عامل زي ايه؟ اللي واقف على الحبل. ما عنديش توازن. تمام؟ وما ينفعش اقف كعب رجليا الاثنين عامل كده. في الالعاب بتاعتنا احنا بالذات بتاعت الكونغ فو او الكيك بوكس او المواي تاي. ليه؟ لان انا واقف كده ممكن اشوط من تحت، رجليا تتشال. لكن في التايكوندو مفيش ضرب تحت. تمام؟ فيقف عادي، يقف عامل كده. خلاص؟ اتفقنا؟ وقفتهم معظمها واقف عامل كده، او رافع ايده سنه صغيره. تمام؟ لان برضه ما عندوش ضرب فين؟ ضرب بالايد. هو بيضرب بالرجل بس، وبيضرب دلوقتي بالايد في منطقه الصدر كده، نكمه واحده بس. تمام؟ طيب احنا ما نعرفش نقف كده ليه؟ لان انا لو وقفت رجليا الاثنين على خط واحد كده، هيجي الخصم بتاعي يقوم شايط رجليا وضاربني في وشي، موقعني. في الكونغ فو ممكن يحط ايده على صدري ويقوم شايل رجلي، وقعني. في المواي تاي برضه بيوقعني. في الكيك بوكس هيشيل رجلي بس كده هيوقعني. تمام؟ في 3 انواع في الكيك بوكس ما فيهمش ضرب تحت. الفول كونتاكت اللي على الحلبه، والسيمي كونتاكت او البوينت 5. تمام؟ واللايت كونتاكت مفيش ضرب تحت. فممكن اقف كده؟ ممكن اقف كده. يبقى ده رجليا الاثنين على خط واحد، على اساس برضه ان مفيش ضرب في الظهر، فلو خصمي ضربني في ظهري هو اللي ياخد ايه؟ ياخد انذار، او الضربه بتاعته ما تتحسبش. اتفقنا؟ لكن انا في الالعاب الثانيه مواي تاي كونغ فو ما ينفعش اقف كده. ليه؟ لان انا لو ضربت حتى في ظهري الضربه بتتحسب. طيب الانواع اللي هي بتاعت الكيك بوكس الثانيه فيها ضرب تحت. اللوكيت فيه ضرب تحت، الكي 1 فيه ضرب تحت، الكيك لايت
او اللايت كيك لايت في ضرب تحت تمام. فما اقفش كده، لو وقفت كده هتشوط تحت هقع تمام. لا انا اقف صدري قدام ورجلي الاثنين على ايه؟ على خط ايه؟ مش على خط واحد، على 3 خطوط. انا واقف خط هنا في النص كده، ورجلي هنا على خط ورجلي الثانيه على خط تاني. يعني انا واقف على 3 مربعات، مربع الازرق رجلي عليه، مربع الاحمر اللي جنبه رجلي عليه، ارجعها لورا على المربع الاحمر الثاني. تمام؟ اتفقنا؟ خلاص ايديا تبقى قدام وشي فوق. صدري برضو ما يبقاش عدل، يعني صدري ما اقفش كده. صدري يجي بسنه ميل صغيره ناحيه ايه؟ رجلي اليمين. رجلي اليمين اللي ورا ما تقفش عامله كده. ما تبقاش 7، لا باصص برضو قدام. باصص قدام. كعب رجلي مرفوع سنه صغيره عشان يديني سهوله بس فين؟ في الحركه. مفيش حد بيمشي على كعب رجله، دايما بتمشي مشط رجلك بيلمس الارض وبعدين كعب رجلك بيجي ورا. فانا برضو واقف على ايه؟ على مشط رجلي وبحرك كعب رجلي مرفوع شويه عشان لما اجي اتحرك بسهوله شويه. اتفقنا؟ خلاص عرفنا الفرق بين الوقفات؟ نبدا شغل، يلا.